الفرح، الكل فرحة عارمة هنا في دالاس، هنالك في الولايات المتحدة، هنالك في مصر، في كل أنحاء العالم فرحة كبيرة جدا. ما يمكن القول لهؤلاء الجماهير التي ساندتكم من البداية إلى النهاية؟ والله كل اللي حصل ده ربنا بيكرمنا عشانكم، وفعلا انا بقول لك والله، وكنت وطلبت ان احنا ربنا يوفقنا عشان الجمهور الشعب المصري. فعلا اي حاجه بتحصل عشان الناس الطيبين المصريين اللي موجودين في كل حته في العالم، والناس الطيبين اللي في الوطن العربي. وعايز اقول حاجه كمان، يعني قد ايه الشعب الفلسطيني اللي انا يعني بتمنى لهم وقلبي معاهم وروحي معاهم، قد ايه فرحانين عشاننا وعشان، فانا بشكرهم جدا في كل حته، في كل ربنا ينجحهم وربنا ينصرهم وربنا يرحم شهدائهم. وبقول لهم انا بهدي الفوز ده للشعب المصري والشعب الفلسطيني الطيب الكريم. بارك الله فيك، ألف مبروك ألف مبروك، وحظ موفق إن شاء الله في دور المغرب. استمعنا للكابتن حسام حسن في تصريح يعتبر شجاع عند الانتصار. لم ينسى الشعب الفلسطيني، أهدى الانتصار للشعب الفلسطيني الذي كان دائما مؤازر لكرة القدم المصرية وللشعب المصري وأيضا للنجوم المصريين. من جانب آخر كابتن محمد أبو تريكة مرتبط كثيرا بهذا الموضوع على وجه الخصوص. هذه شجاعة كبيرة من كابتن حسام حسن في أن يذكر الشعب الفلسطيني في هذا التصريح بعد الانتصار. احنا تربينا على القضية الفلسطينية. الشعب المصري ككل 120 امشي في الشارع كده تلاقي الواد الصغير لسه مولود يقول لك فلسطين، نحرر فلسطين، قضية فلسطين. ده قدر مصر، مصر الكبيرة الأم، فده الطبيعي وكويس. أنا بشكر الكابتن حسام لأن في ساعة الفرح الناس بتنسى. كان ممكن يصرح عن المباراة فقط. أنا زي ما قلت لك، إحنا شفنا الأغاني قبل الماتش، أغاني الناس بتعاني في غزة، أغاني تشجيع لمنتخب مصر، أغاني تشجيع، الناس بتعيش إبادة وفرحانه بالمنتخب مصر. ده قدر الكبير، ودي نعمه كبيره للاعيبه منتخبنا خاصه، ان انت بتقدر تفرح مش مصر بس، انت بتفرح كل الدول العربيه وكل الدول الموجوده. انت بتمثل قاره كبيره، القاره الافريقيه. فنجاح ليه. حسام على فكره صادق في مشاعره، حسام صادق في مشاعره، حسام بيتكلم من القلب، حسام اللي في قلبه على لسانه. فزي ما هو قال كده، دي ملحمه الجميع مشارك فيها، لاعبين بجمهور بجهاز بكل. فالملحمه دي الصراحه الاربع ماتشات دول يدرسوا، التاريخ ده يدرس.